تقضيت الخضر والفواكه والحوت في الأسبوع الرابع، الحمد لله والشكر لله. اللهم أديمها نعمة واحفظها من الزوال يا ربي. ولكن كاينين بعض السيدات كيبقاو يدوروا في عويناتهم لأن المصروف في هاد الفترة كيكون سالة. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة. كيف ما كنقول لكم ديما، الصحة وراحة البال هي الأهم، واللي مريض يا ربي شافيه ويرحم جميع اموات المسلمين يا ربي. غنبدا معكم الفيديو ديال اليوم، ولكن كيف العاده كنبغيو نصليو على حبيبنا ورسولنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم غادي ندير معكم تقضيه ديال الحوت والخضره والديسير وشي حاجه من بين، وغادي نعطيكم الاثمنه بكل صراحه ومصداقيه، وغادي نشوفوا الاسبوع الرابع مصروف فيه شحال وصلت بالنسبه للمبلغ المخصص ليه. وهنايا كيف ما كتلاحظوا الخضره اللي كانت بقات لي في الثلاجه، عندي الخيار هنا راه باقي عندي، هادشي غادي يكفي ليا ان شاء الله وبحول الله الاسبوع. ما جبتوش هنايا، كتشوفوا الماء شويه رجع فيه، غادي نحاول نجبدو تاني من البلاستيكات ونمسحو ونعاود نردو في بلاستيكات ناشفين باش ما يخسرش هو وخيزو. وعندي تما واحد الباربه، وليداتي ما بقاوش كيبغيو الباربه، ما بقيتش كناخذها بزاف كما كتلاحظوا. عندي تما السفرج الباقي. بالنسبه للفلفله، بالنسبه سوا الخضراء سوا الحمراء باقا هي غنمسحها ونرجعها. ديما كنديرهم كنخليهم في البلاستيكه، ما كنغسلهم ما والو. الخضره ما كنغسلها ما والو، كنديرها في ديك الشبيكات في الثلاجه. هادشي اللي كتلاحظوا دابا. كاينه شي حاجه اللي غنزيد منها لانني عارفه باش توصل لي الاسبوع، وكاينه شي حاجه ما جبتهاش. هنا عندي داك ليشو الاحمر، البطاطا حلوه، بقاو عندي هاد زوج د البطاطات، وعندي البصله 3 البصلات، يعني هادشي اللي بقى. بالنسبه للبطاطا العاديه ما بقاتش. دابا من هنا من بعد ما مسحت هذيك الخضره ورجعتها في البلاستيكات ناشفين، حيدت هاد الفلفله وبغيت نديرها للغدا. غادي نشارك معكم حتى الغدا شنو وجدت في هاد النهار ديال التقضيه. بالنسبه هنايا للنعناع، انا مشاركه معكم ديجا في بدايه ديال القناه كيفاش كنحتفظ بالنعناع والقزبر المعدنوس الكرافس في الثلاجه لتحت. بالنسبه للبواطه ديال القزبر والمعدنوس والكرافس سالات، هي دي اللي وريتكم دابا. دابا غندوز معكم التقضيه شنو جبت. هنا غتلاحظوا الحوايج اللي شفتوا ديجا وجبتهم، بحال الفلفله لان كنستهلكوها بزاف وكنديرها في الفران، كنشويها بزاف في الفران وكندير بها بزاف د الحوايج. جبت هنايا هاد الفلفله والدنجال زادوا تاني يطلعوا شويه. هنايا دايرين 7 دراهم الكيلو. خديت هاد الكميه يعني 140 ريال الكيلو، هاد الكميه ب9 دراهم 180 ريال. من بعد الفلفله والدنجال خديت الحامض. لاحظتوا ان شحال هادي ما خديت الحامض لانه غالي 20 درهم. هنايا لقيته عند السيد اللي تقديت من عنده الخضره ب10 دراهم. فرانك جبت نص كيلو ب5 دراهم 100 ريال. هذا داك الفلفله وسميتو الفلفله والدنجال راه ما جبتهاش من عند هذا السيد اللي تقديت من عنده هذه الخضره، لان عنده الفلفله ما عندوش الدنجال. قلت صافي غنتقدم من عند واحد اخر. جبت من عنده هذيك الفلفله والدنجال. اما السيد كلشي هادشي اللي كتشوفوا دابا راه تقديته من عنده. بالنسبه للبطاطا جبت هنايا 3 كيلو. كاينه هذه ديال الفريت وكاينه هذيك اللي كتبان لكم حمراء، هذيك باقا جديده ماشي تاع الفريت. يعني خلط 3 كيلو دايره 7 دراهم 140 ريال. 3 كيلو ب21 درهم 420 ريال. بطاطا حلوه ما عندوش، ما جبتهاش وديجا باقين عندي زوج. كنت باغا نزيد زوج نخلطهم مع البطاطا العاديه ما لقيتهاش. من بعد كاين عندي هنايا الملوخيه. كيف ما كتلاحظوا كل ربيطه دايره 2 دراهم 40 ريال. خديت 3 ب6 دراهم 120 ريال. بالنسبه للوبيا دايره 15 درهم، شويه نزلات، راه كنت كنلقاها ب25 درهم. جبت نص كيلو زوينه بزاف، يعني طريه وشعره، يعني زوينه بزاف وكطيب دغيا وما فيهاش الخيط. خديت غير نص كيلو ب7 دراهم ونص 150 ريال. يعني الحاجه اللي كنكون شحال هذه ما تقديتها اول مره كنجيبها، كنجيب غير كميه قليله نص كيلو الاغلبيه. بالنسبه للقزبر المعدنوس 4 دراهم 80 ريال. البصله كيف ما كتلاحظوا راه بقاو عندي غير 3، يعني ميمكنش نجيب كيلو. جبت زوج د الكيلو 100 ريال الكيلو. 5 دراهم. 2 كيلو ب10 دراهم 200 ريال. بالنسبه للنعناع عندي هنايا هادو ب3 دراهم 60 ريال، يعني قال لي درهم ونص الوحده. هذا خلاص راه عند اللي كيبيع القزبر والمعدنوس وسميتو. عندي هنايا هاد الرجله، هاد الربيطه هادي ب5 دراهم.
100 ريال، فيها 5 ديال الربيطات. هذه حتى هي طيبتها في هذا النهار ديال التقضيه. انا غنشاركو معكم كما قلت لكم تقضيه وغدا وعشاء. بالنسبه هنايا الفلفله زوينه، دايره 20 درهم للكيلو، 400 ريال. خديت هاد الرابعه ب5 دراهم، 100 ريال. هذه اللي قديتها من عند واحد الخضار تالي اللي شريت من عنده الرجله، مطيشه دايره 4 دراهم يعني 80 ريال. خديت 3 كيلو ب 12 درهم، 240 ريال. غنحيد منها شي حاجه نخليها للسلطه، وما تبقى يعني اغلبيه يعني من نص، اكثر من نص غنديرو في صوص الطوماط، لانني بغيت ندير الحريره. رانا جبت الكرافس هنايا ربيطه، قلت ليه دير لي 2 دراهم، هي هذه 40 ريال. يعني غنصايب الصوص حتى هي وغنشاركها معكم، يعني غير النتيجه ديالها، ماشي غنحطها كامله، راه ديجا حطاها في القناه. بالنسبه لهنايا البيض 30 ريال، درهم ونص، ولكن راه البيض كبير تبارك الله. هذا ب30 ريال، خديت غير 15 ب 450 ريال، 22 درهم ونص حتى من بعد وناخذه، لان البيض تبارك الله ولا كيتستهلك عندنا بزاف. داكشي علاش غنحاول نزيدو. هاد 15 ما غدير والو صافي. من بعد هنايا البيض تقديت هنايا السردين، كاين السردين والشطون. الشطون تاو 18 درهم، خديت نص كيلو يعني 360 ريال. نص كيلو ب9 دراهم، 180 ريال. وكيلو ديال السردين تا هو ب 18 درهم، 360 ريال. هذه هي الخضره اللي تقديت وشاركتها معكم. الحاجه اللي كاينه رانا ما جبتهاش، وشي حاجه اللي كنحتاجها اكثر وعرفت ما غاديش تكفيني رانا زدت منها. المهم المجموع ديال هاد الخضره والسردين والشطون 189 درهم ونص، 3780 ريال. غندوز معكم دابا هنايا. عرفت شي حاجه لان الغدا بغيت جيت معطله شويه من السويقه، وجدت هنايا جمعت غير شي حاجه وشي حاجه. كيف ما كتلاحظوا راه النعناع باقي ما جمعتوش، وشحال من حاجه خليتها حتى نسبق الغدا، لان وليداتي داخلين المدرسه وخنسبق الغدا هو الاول، داكشي حتى من بعد. عندي هنايا الصلصه ديال الطماطم، حنت في هاد الطحان، لان هذاك البغا ميكسور ديك اللعيبه ديالو اللي كطحن الصوبه والصوص سميتو يعني تفورات، يعني خسرات، اما الموتور باقي. صلصه ديال الطماطم راه هذيك الكميه اللي شفتو، حيدت منها غير شي حاجه درتها في الحوت، وشي حاجه درت بها الشطون لانني غنديرو معلب هذاك نص كيلو. نوري لكم النتيجه ديالو ان شاء الله في فيديو تالي باش هذا الفيديو ما يجيش طويل. ما تبقى ديال الصوص راه غنديرها في الحريره ان شاء الله وبحول الله. بالنسبه للحوت ولا الكويرات ديال السردين درتهم بالصلصه ديال الطماطم ودرتهم بالروز كيف ما كتلاحظوا. بالنسبه للرجله هي هذه، رانا خليت فيها شويه ديال لاصوص لان وليداتي بغاو فيها لاصوص. قال لي ما تخليهاش ناشفه، وفعلا من وليت كنخلي فيها هاد شويه ديال الصلصه ولاو كياكلوها الحمد لله والشكر لله. اللهم اديمها نعمه وحفظها من الزوال يا ربي. هذه هي الصلصه كيف ما كتلاحظوا، هذه هي غنديرها في الحريره، يعني هاد 2 القراعي غنديرهم في الحريره. بالنسبه للديسير، هاد الديسير هذا جابو الزوج ديالي من حدا الجامع. عندي الشهديه دايره 10 دراهم، تفاح 10 دراهم، والعنب تا هو 10 دراهم، يعني المجموع ديال هاد الديسير كامل 50 درهم، 1000 ريال. بالنسبه للخبز ما درتش ديال الفران، درت هذا المخمر عجنته قبل ما نمشي نتقدى، فاش رجعت كرستو وطيبته هنايا كيف ما كتلاحظوا. راه شاركته معكم شحال من مره، وكوليداتي كما كنقول لكم كيفضلوا المخمر على الخبز ديال الفران، يعني كيتستهلك اكثر، اما الخبز الفران ما كيتستهلكش بزاف. قلت نديرو هنايا في الغدا، اللهم اديمها نعمه وحفظها من الزوال يا ربي. اما بالنسبه للعشاء درت لوليداتي غير السلطه ديال البطاطا، البصله والطون، غير هما بزوج لان احنا ما بغيناش نتعشاو، كلينا غير الديسير. درنا دجا الكوتي، ووليداتي بغاو هاد السلطه وطلبوها مني ودرتها، رافقتها بالدوائر ديال الخيار. اللهم اديمها نعمه وحفظها من الزوال يا ربي. بالنسبه هنايا عندي الغد ليه في العشيه اشنو تقديت، مشيت للبيم وتقديت منه المبلغ ديال 37 درهم فاصله 60 اللي هي 752 ريال. اول حاجه فيه البيض، راه قلت لكم راه خاصني ضروري نزيدو لانه ما غاديش يكفيني، وزائد ثاني حاجه هي لقيتو
شويه نازل. هاد 15 دايره 20 درهم فاصلة 70 اللي هي 414 ريال. جبت 15. بالنسبه للحليب جبت ايترو ديال الحليب من هاد النوعيه ديال الالبان. بصراحه ما نكذبش عليكم، في هاد الشهر هذا ملي ما جبتش الحليب ديال اللي مولفه كنجيب من اتقدا، وحتى بالنسبه للشهر اللي قبل شويه تزيرت في الحليب، يعني كنخرج شحال من مره كنشوف لو بروموسيون واش كاينين في بيم ولا سميتو ولا كازيون قليل. وصراحه هذاك اللي كنشري من اتقدا وعجبنا بزاف. جبت هنايا لتر داير كما معروف، دايرين لي 3 دراهم فاصلة 95، 4 دراهم 80 ريال. يعني هادي نص ايترو كامل راه معروف داير 160 ريال، 8 دراهم. بالنسبه لي بات تا هما كما قلت لكم في الفيديو الاخير، ماشي شي استهلاك كتير في لي بات، يعني ما كنديروش يوميا وما كنديروش كل 3 ايام ولا، يعني كيدار مره في 6 ايام، يعني مره في الاسبوع. كنت شاركت معكم، كنت قديت غير وحيده فيها غير 400 غرام، كنت شاركتها معكم طيبتها لوليداتي بالصلصه البيضاء والدجاج. هنايا رجعت وعجبتني الصراحه هاد لا مارك وجبت منها زوج، راه كنت شاركتها معكم دايره 4 دراهم فاصلة 50 اللي هي 90 ريال الوحده. هادشي اللي جبت من بيم. كنقول لكم شكرا بزاف على التعاليق ديالكم الزوينه، وان شاء الله موعدنا في فيديو مقبل اللي غادي يكون دائما فيه الجديد والتنوع، ودائما في اطار الصراحه والمصداقيه. شكرا.